السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى أهم العناوين. دعوات أرجنتينية لمطالبة ميسي بالاعتزال. المهاجم المكسيكي لوزانو على رادار ريال مدريد. رسميا ريال مدريد يتعاقد مع حارس المرمى الأوكراني أندري لونين. إليكم أبرز الأخبار الرياضة التي نقلتها الصحف الإسبانية. ظهرت مطالبات في الأرجنتين لمطالبة ليونيل ميسي نجم المنتخب وقائده باعتزال اللعب الدولي مع التانغو، وذلك بعد الخسارة 3 أهداف أمام كرواتيا في الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم 2018. وأصبح المنتخب الأرجنتيني في موقف لا يحسد عليه بعدما جمع نقطة واحدة من تعادل مع منتخب إيسلندا، وتبقى له مباراة واحدة أمام نيجيريا، وبات مهددا بوداع المونديال مبكرا، كما أنه ظهر بمستوى مهزوز في المباراتين. وقال صحيفة ماركا الإسبانية أن الصحفي الأرجنتيني الشهير فرناندو نيمبرو يأتي على رأس المطالبين باعتزال ميسي الذي يراه الأمر الناهي في المنتخب الأرجنتين. وقال نيمبرو في تصريحات نقلتها الصحيفة إن ميسي يقوم بدور المدرب في المنتخب الأرجنتين ويحدد اللاعبين الذين يتم استدعائهم، وإن نتيجة الاعتماد على أصدقاء ميسي أن أصبح الفريق يلعب بلا روح. وأضاف نيمبرو أن المدافع المخضرم خافير ماسكيرانو صديق ميسي المقرب يجب أن يرحل بدوره عن المنتخب، وكذلك المدرب خورخي سامباولي الذي وصفه بالمتناقض. ويرى نيمبرو أن المنتخب الأرجنتيني سيستعيد عافيته بعد رحيل ميسي، وأن الوضع لن يبلغ هذا المدى من السوء مجددا. الخبر الثاني من إسبانيا. أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد دخل على خط الأندية المهتمة بالتوقيع مع المهاجم المكسيكي المتألق لوزانو كخطط بديلة لتعويض رحيل كريم بنزيما أو غارث بيل في حالة توصل بأي عرض مغري لأحدهما. صاحب 22 عاما هو واحد من نجوم كأس العالم حتى الآن، وكان هداف المكسيكي في إقصائيات كأس العالم، كما قاد منتخب بلاده إلى أحد أكبر مفاجآت المونديال حتى الآن حين سجل هدف الفوز على بطل العالم المنتخب الألماني. صحيفة ريكورد البرتغالية كشفت اليوم السبت أن ريال مدريد انضم إلى يوفنتوس في سباق التوقيع مع المهاجم الذي ينضد في صفوف إندهوفن، وكان هدافهم هذا الموسم في الدوري الهولندي، وتقدر قيمته السوقية ب35 مليون يورو، وهو سعر مناسب للغاية بالنظر إلى التضخم الكبير الذي تعرفه سوق الانتقالات. السبب المزعوم لهذا الاهتمام النادي الملكي هو إمكانية أن يقبل أي عرض يصل لبنزيما أو غارث بيل، ويرغب في الحصول على بديل مميز بهامش تطور كبير. وأيضا من نفس السياق من إسبانيا. أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت مساء أمس الجمعة عن التعاقد مع حارس المرمى الأوكراني أندري لونين بعقد طويل الأمد. وقال ريال مدريد في بيانه: توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع نادي زوريا لوهانسك الأوكراني لضم أندري لونين الذي وقع مع النادي ل6 سنوات المقبلة. وكشف صحيفة ماركا الإسبانية عن بعض التفاصيل المالية لصفقة النادي الملكي. تعاقد مع صاحب 19 عاما الذي يبلغ طوله 1.91 مترا مقابل 8.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ متغير يمكن أن يصل إلى 4 ملايين يورو. لونين الذي اجتاز هذا الجمعة الفحوصات الطبية بنجاح مع النادي الملكي سيخوض فترة الاستعداد الصيفية للموسم الجديد مع الفريق الأول لريال مدريد. بعد ذلك سيقرر جوليان لوبوتيجي مصيره. كل الخيارات مفتوحة. يمكن أن يمثل الفريق الأول كحارس مرمى ثالث، وهو ما يعني رحيل لوكا زيدان أو الانضمام إلى صفوف كاستيا أو الذهاب على سبيل الإعارة إلى أحد الفرق المتوسطة لمواصلة تطوره. على الرغم من أنه حارس دولي سبق له تمثيل أوكرانيا في مباراتين دولتين.